دول 5 أنواع جبن موجودين في أغلب بيوت مصر. النهاردة هندوقهم واحدة واحدة وهنعرف إيه أحسن جبنة لينا من حيث الدايت ومن حيث كمان أثرها على الصحة. فقبل ما نبدأ هات لك رغيفين عيش حلوين كده، سبسكرايب للقناة عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة، ويلا بينا على طول كده ومن غير تضييع وقت عشان نشوف أحسن جبنة لينا. معانا دلوقتي الجبنه الاشهر والمعروفه لاغلب الناس على انها اغلى نوع جبنه، والحقيقه هي غاليه فعلا وهي اعفن جبنه في العالم، الجبنه الريكفور. الريكفور اصلا جبنه معموله في فرنسا، وسمت ريكفور عشان في منطقه في فرنسا اسمها ريكفور بتعمل الجبنه دي من لبن الغنم، عن طريق انهم بيحطوا اللبن ده في فطر اسمه بنسليو، وبعدين يعجنوها ويخزنوها في كهوف ضلمه تكون درجه حرارتها قليله جدا، تتساب لمده 5 شهور متواصل. يعني حرفيا الجبنه دي جبنه معفنه، وبسبب العفنه دي هتلاقي الجبنه دي فيها عروق زرقاء، وده اللي بيخلي طعمها مختلف. الجبنه الروكفور ديت ال 100 جرام منها بتعمل 379 سعر حراري، يعني ممكن تقول عليها كده شلال من السعرات الحراريه. طعمها حلو. ده كمان فيها دهون دسمه ممكن توصل ل 31 جرام، وده في ال 100 جرام بس اللي انت بتاكله، وده مش معناه ان ما فيهاش فوائد، لان اللون الازرق المعمول بسبب العفن ده مفيد جدا خصوصا للقلب، ومليان مضادات التهاب ومفيده للمعده، وفوق كل ده بتاخر اعراض الشيخوخه. بس ما تاكلش منها كتير، لان اولا طعمها وحش قوي وغاليه جدا، وكتر اكلها غلط اصلا. بالنسبه لسعرها في مصر تلاقي ربع كيلو منها بيبدا من 132 جنيه، ممكن يوصل ل 200 جنيه ويعدي كمان، ودي طبعا الجبنه الاصليه منها زي اللي انا جايبها دي، مش المضروبه. فدي بقى اول جبنه معانا النهارده. بس انت لو فاكر ان الجبنه دي اكتر جبنه فيها دهون وسعرات حراريه انت غلطان، لان رقم 4 معانا النهارده قنبله دهون، وهي الجبنه البارميجان. دي بقى جايه من ايطاليا مخصوص لمصر، بتتعمل من لبن البقر الطبيعي، بيحطوها في غلايات نحاس كبيره، وبتتكبس في قوالب محترمه كده، وبتتعتق من سنه ل3 سنين، فتلاقيها ناشفه زي دي كده، ولما بتنشف البروتين فيها بيعمل حبيبات بيضه بتقرمش تحت السنان. طعمها هتلاقيه قوي جدا، يعني سويت اند ساور كده، في نفس الوقت بتحس بيها بطعم مكسرات. الجبنه دي بالذات من اجمل الجبن اللي انا دقتها في حياتي. مش بس طعمها حلو، ده انت لو عملتها مكرونه بالوايت صوص هيبقى طعمها تحفه، بس كمان الدهون اللي فيها جسمك سهل يمتصها قوي، وهتديك طاقه من غير ما تاكل منها كميه كبيره، خصوصا ان البروتين فيها مركز جدا، بس ده ما يمنعش ان فيها اضرار. يعني مثلا ال 100 جرام من الجبنه البارميجان دي فيه 415 سعر حراري، ودي مش بس المصيبه الوحيده، المصيبه الاكبر ان ال 100 جرام دول فيهم حوالي 30 جرام دهون. يعني من الاخر هي مفيده، بس حته زياده هتعمل لك مشاكل، هتبوظ الدايت وتخنك وليله زرق. وتضيف على ده كمان ان سعر ربع كيلو فيها 365 جنيه، يعني الحته دي مثلا ب 270 جنيه، فالموضوع هيجي معاك بوجع قلب ووجع جيب. قلة واحد ملوش تاني، في العد 3، على الاسم 4، في العين 5. دلوقتي بقى وصلنا للجبنه التالتة، محبوبه الجماهير، اكتر جبنه طعمها حلو في التاريخ. متعرفش ليه يا اخي، مع ان اللي عاملها انجليز. زي ما انت عارف انا متكلم على الجبنه الشيدر، جبنه سايحه ونايحه وطعمها حلو، مفيش فرق ما بين الجبنه الشيدر البيضاء والصفراء خالص، الاتنين نفس الطعم. استنوا بقى يا جدعان عشان نفتح عشان ندوق. افتح يخرب بيتك، مش عايز تفتح يا جماعه، استنوا اجيب مقص واجي. One eternity later. يلا بقى فتحنا الجبنه، تعالوا ندوق اول شريحه. اول حاجه الجبنه دي بتتعمل بلبن البقر، ويجيبوا عجينه الجبنه ويقوموها فوق بعض عشان الميه تنزل منه، وتبقى شبه الطفيلي بتاع فيلم فينوم. عشان كده هتلاقي قوامها صلب ومتماسك في نفس الوقت سايحه وطريه. بس فيها مشكله صغيره، وهي ان ال 100 جرام فيه 400 سعر حراري، ومن ناحيه الدهون فيها حوالي 34 جرام. يعني من الاخر كده شلال دهون وفاتس. ما تاكلوهاش عشان الدايت، انا بس اكلها، انتوا ما تاكلوهاش. خصوصا لو انت قررت تعمل لها مكرونه ماكن تشيز، او ضربت لك 3 برجر سنجل بالجبنه الشيدر. فمن الاخر ابعد عن الجبنه دي، لان المستورده منها وخصوصا نيوزيلندي سعرها غالي جدا. طالما وصلت لحد هنا في الفيديو وما قمتش عملت سندوتش، يا ريت بعد اذنك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، واعمل لك كوبايه شاي عشان تسيح الدهون اللي انت عمال تضربها. وتعالى بقى نكمل اهم واخر نوعين من انواع الجبنه، واللي بتتسمى في القاهره بالجبنه الرومي، وفي اسكندريه المكان اللي مش عارف له الكتالوج بتتسمى الجبنه التركي. حبيبه الملايين الجبنه الرومي دي عمرك ما سالت نفسك بتتعمل فين بالظبط؟ اكيد انت مش مهتم بالاسئله ديت، انت اكيد مهتم انك تملى بطنك. بس الجبنه دي في الاساس من روما القديمه، عشان كده سميناها جبنه رومي، وده عشان تتعمل محتاجه كميه كبيره من لبن البقر، وساعات كمان بيعملوها من لبن الجاموس، وبياخدوا عجينه الجبنه ويقعدوا يكبسوها باوزان تقيله عشان تنزل كل الميه اللي فيها، وتفضل جبنه ناشفه كده. وبعد كده يملحوها، يحط لها فلفل اسود، وتتساب في الطل كده لمده شهور، وبعد ما تتعتق التعتيق تمام تدينا الطعم المظبوط بتاع الجبنه القديمه.
طبعا اغلب الناس بتاكل الجبنه الرومي دي في سندوتشات فينو، ناس تانية بتسيحها وتبشرها على البيض المقلي. بمناسبه البيض بقى فكفايه بيض لحد كده، يعني ال 100 جرام من الجبنه دي فيه 388 سعر حراري. يعني انا دلوقتي قفلت اليوم سعرات، فلو انت فاكر ان الجبنه دي حاجه بسيطه وهتصبرك كده، ال 100 جرام اللي انت بتاكلهم دول فيهم 27 جرام دول، يعني 4 سندوتشات جبنه رومي عملوا معاك 100 جرام دول مرتاح. ده وانت بتسخن كده. هو مش عشان سعرها 50 جنيه لربع كيلو تضرب منها زي ما انت عايز كده، فخف عليها كده شويه وتعالى عشان نروح لاهم واحسن واشهر وافضل جبنه. لا مش الجبنه القديمه ولا المش بدودو، انا هنا هكلمك على الجبنه رعايه الفورمه الاولى في مصر، اساس الدايت الناجح في اي حته، وهي الجبنه المبلوله، الجبنه القريش. بلتنا انا نفسي دي بقى معموله في مصر ولا سافرت بره ولا جايب باسبور ولا كل الشعوذات دي، هتلاقيها موجوده في اي قريه في اي محافظه في مصر. بيجيبوا اللبن منزوع الدسم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده ما فيهاش دهون. الراجل ده حتى القشطه بتاعتها بيتعمل منها سمنه وزبده. اللبن ده بيتساب لحد ما يبقى رايب، يعني في الوقت ده اتكون فيه بكتيريا نافعه، بعدين يصفوا الشرش او الميه بتاعتها في حاجه زي الحصير، ودي اللي بتدي الجبنه القريش الشكل المخطط المعروفه بيه. عشان كده لما تيجي تشوف ال 100 جرام من الجبنه القريش هتلاقيه يطلع لك يا دوب 84 سعر حراري. اما من حيث الدهون بقى فهي معموله من لبن منزوع الدسم اصلا، يعني الدهون بتاعتها قليله جدا، يعني ال 100 جرام من دي فيهم 3 جرام دهون بس. عشان كده بقول لك ان الجبنه دي هي الراعي الرسمي للدايت في مصر. وفوق كل ده كمان سعرها رخيص، يعني ربع كيلو ب 30 جنيه، فخليك في الصحي. اي نعم الجبن اللي فاتت طعمها احلى واحلى من القريش بكتير، بس مين قال لك ان الدواء والمنفعه لازم يبقى طعمهم حلو؟ ومين قال لك لحد دلوقتي انك لسه ما عملتش لايك للفيديو ولا سبسكرايب للقناه ولا حتى قررت تبص على الفيديوهات القديمه؟ يعني مكلف نفسي ورايح اجيب جبنه وانت مش مكلف نفسك وتعمل لايك للفيديو. فاتفضل يا بيه اعمل لايك للفيديو واستنى الاسبوع الجاي. سلام.